بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الزول الفلوان، مرحبا يسوان. اليوم جبت لكم كيكة يناير بطريقة سهلة ومبسطة ورائعة المذاق. راح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. يلا بينا. عندي 5 بيضات، 150 سكر، 150 فرينة، و30 جرام من الكاكاو، يعني 2 ملاعق كبيرة. درك نحيو هادو من هنا ونجيب الصحن باش نخدم فيه. اولا راح نبدا في البيض. نفصل الصفار عن البياض. لازم البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، أي يعني تكونوا خرجتوهم ليلة من قبل من الثلاجة. كذا لازم الصحن تاعنا ما يكونش مبلول باش يطلع لنا هذاك البياض. وأيضا البرا تاع الباطور لازم ما يكونوش مبلولين أيضا. ضيفوا قرصة ملح باش يطلع لنا هذا البيض تاع البيض، ونخلط مليح كما تشوفوا في الصورة حتى نتحصلوا على منقار طير كما تشوفوا. درك راح نضيفوا الصفار اللي نحيناه جانبا ونخلط بشوية. نضيفوا حبة حبة من البيض حتى يتخلطنا جميع الصفار مع البياض. بعد ما بدا الخليط تاعي يتخلط مع بعض، درك نحيو الإبرة تاع الباطور هكذا، ونجيب الفرينة. الفرينة لازم تكون مغربلة، ونضيفها بالقليل. لازم نحركو من الأسفل للأعلى باش يتخلطنا الفرينة مع الصفر والبياض هكذا. لازم تخلطوه مليح وتخلطوا لجهة واحدة فقط، ما تخلطوش من جهة وزيدوا من جهة أخرى كما تشوفوا في الصورة هكذا. نزيد نخلط مليح. الفرينة كما قلت لكم 150 جرام. أيضا درك نضيفوا الكاكاو يكون مغربل أيضا 30 جرام، أي يعني 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو. راح نجيب صينية الفرن اللي طولها 40 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. فيها وضعت ورق الطبخ. درك راح نوضع خليط الجينوس تاعنا. لازم نعلي الصحن للأعلى باش تجي الجينوس تاعنا خفيفة ريشة هكذا. درك راح نوسع هذا الخليط من كل جهات. لازم الجهات كامل تجي متساوية هكذا. نزيد نوسعها لجميع الجوانب المتبقية. الفرن تاعنا لازم يكون على درجة حرارة 180 درجة. ندخلوها للفرن حتى تحمر من الأسفل مدة 10 إلى 13 دقيقة فقط. ما تزيدوش عليها لأنها راح تجي يابسة. طيبوها من الأسفل فقط لأن عجينة الكاكاو تطيب من الأسفل وتحمر من الأعلى وحدها. راح نخبط البلا تاعي باش يتسوى لنا الخليط، ومباشرة راح نديها للفرن طيب. وهذه هي الجينوس تاعي بعد ما طابت. شوفوا كيف ما جات خفيفة. دروك راح نديرها في طرشون ونخليها جانبا. تقدروا تخليوها ليلة كاملة. أنا درتها في نفس الوقت، خليتها تبرد شوية ودرتها في نفس الوقت لأني ما كانش عندي الوقت باش نخليها. شوفوا كيف ما جات. راح نغل من التحت. شوفوا يعني رائعة جدا وخفيفة. تقدروا ديروها رولي. جبت هاد المول راح نحطو في وسط الجنواز، وراح نقطع مليح الجنواز ونخليو الجوانب نكملو نقطعوها.
قطعت الجانب الأول، درك راح نزيد نقطع الجانب الثاني هكذا كما تشوفوا، يعني طريقة سهلة وبسيطة. هادو الجوانب تديروها في الكيك. وهذه هي قطعة من الجينواز اللي قطعناها. عندي 3 كيسان من الشونتيي، نضيفوله 2 كيسان ونصف من الماء ونحركه جيدا. الشونتيي لازم يكون بارد، يكون في الثلاجة. وأيضا الماء ونحركه مليح مدة 5 دقائق حتى يطلع هكذا. بالنسبة للسيرو عندي 2 كيسان من الماء، كأس من السكر، خليته فوق النار مدة 10 دقائق وضفت له عسل الكراميل. جبت المول هذا، شوفوا الجينوس تاعي راح نوضعها داخل هاد المول اللي يساعدني باش نركب في تركيب هذا الكيك. درك راح نجيب السيرو وراح نرش بها هذه الطبقة من الكيك بالسيرو. ندير لها دركا لاكريم شونتيي، يعني التزيين من الداخل يبقى حسب الذوق وحسب الرغبة تاعكم. درك وضعت لها الجوز، يعني درتو حبات صغار، يعني كسرته. درك راح نضيفلو طوفية بندق أو كريمة البندق، نوضعها من جميع الجوانب. درك راح ندير الطبقة الثانية لهذوك الجوانب اللي قطعتهم. شوفوا كيف ما نديرهم، زيد يعني القطع وما تخافوش تجيكم رائعة جدا. نشرب الطبقة الثانية بالسيرو ثم نوضع عليها لاكريم الشانتيي كما الطبقة الأولى. لازمنا نديرو من الجوانب كامل، يعني نديرو طبقة خفيفة ماشي ما فيهاش بزاف لاكريم. ونضيف الجوز، تقدروا تضيفوا أيضا البنان أو الموز، تقدروا تضيفوا أي فواكه تحبوها. نضيف أيضا أنا ذوبت هنايا شوكولاتاتيني، ذوبتها وراح نديرها في فوقها لأن الشوكولاتة تاعي كانت يابسة. كملت الطبقة الثالثة، راح نديرها بالسيرو وأيضا نديرها الجوز وطوفية بندق، يعني ديروا كما تحبون. نكمل جميع الطبقات بنفس الطريقة حتى نجيو للطبقة الأخيرة. هذا هو الجزء الأخير من الطرطار، راح نقلبوه من الجهة السفلية وراني دركا نشربو مليح بالسيرو هكذا. لازم تشربوه، يعني كي تكون الطرطة تاعكم كبيرة بزاف لازم ما تكتروش من السيرو باش ما تطيحلكمش. نشرب هذه وراح نوضعها دركا فوق الجينواز أو الكيكة تاعنا اللي درناها هكذا، ونزيد نشربها من الفوق. نشربها شوية فقط، ما نكتروش من السيرو. نغلف الكيكة تاعي بكريمة الشونتي من الأعلى هكذا حتى تتغلف جميع الجوانب كما تشوفوا في الصورة، ونليسيوها أيضا باش تجينا الكيكة تاعنا مليحة ومفينية مليح. درك راح نزعلها السيرسو تاعها هذا المول. أنا مباشرة نزعته، ما وضعتهاش في الثلجة، وانتم لازم توضعوها في الثلاجة تبرد شوية باش تنحيو لها السيرسو هذا، لأني مزروبة دونك نحيته ديريكت. درك راح نليسي التورتة تاعنا كما تشوفوا من الفوق مليح هكذا. نزيد نليسيها،
يعني هذه التورتة تجي رائعة جدا وذوقها ولا أروع. يعني كل مبتدئة تقدر ديرها لأنها سهلة جدا، ما فيهاش أي تعقيدات. لازم فقط العزيمة على العمل. درك راح نلسيها أيضا من الجوانب كما تشوفوا في الصورة. لسوها كامل من الجميع الجوانب تاعها، وراح نرجع لكم بعد قليل. جبت هذه الأداة، درك راح ندير الخطوط باش تبان لنا في هذه الكيكة، يعني تزيين بسيط. راح تدوروا وتزيدوا ديروا هذيك الخطوط تاعها، يعني تدوروا زوج خطرات. ما لازمش تضغطوا على هذه الأداة باش ما يخرج لكمش الكيك، وإذا خرج لازم ديروا له شوية كريم شانتيه كما تشوفوا في الصورة. درك نجيب هذاك الشريط تاع التزيين تاع القنادير تاع القبيل، ونزين به هذه التورتة. التزيين يبقى اختياري حسب الرغبة تاعكم. راح نقطعه هنايا بالمقص، والمتبقي من الشريط راح نزين به من الجهة السفلية كما تشوفوا في الصورة. نتبقى لي القليل، دونك راح نزينه من الجهة. جبت هادو لي موتيف وكاين العديد منهم باش نزوق هذه التورتة. يعني كما قلت لكم التزيين يبقى اختياري وحسب الموجود في البيت. هاد العام خرجوا بزاف من التصاميم تاع يناير، يعني تقدروا ديروا اي تصميم تحبوه، ولا تقدروا ديروها بعجينة السكر. ايضا زينوها بعجينة السكر. هذا هو، شوفوا كيف ما درت من الفوق. زيد ندير الثانية هكذا، ونكمل التزيين حتى ننتهي من جميع هذه التورتة من تزيينها. وهذه هي التورتة تاعي بعد ما نحيتها. أتمنى أنكم شفتوها من الأول إلى الأخير، لأنها سهلة وبسيطة. تقدر أي مبتدئة ديرها بكل سهولة. نتمنى أنه هذا الفيديو عجبكم ونال إعجابكم، وأنكم المشاهدين الجدد ديروا لي أبوني في القناة تاعي باش يوصلهم كل جديد، وأيضا يديروا لايك باش ترفع لي من المشاهدات تاعي. نقول لكل مشاهدينا شكرا لكم على مشاهدتكم، وأيضا الدعم اللي قدمتوه لي. شكرا، ألف شكر. نقول لكم أسقس أمقاس، وكل عام وأنتم بألف خير لكل الجزائريين وأيضا للأمة المحمدية. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.